سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال وبصحه جيده. كنرحب بكم من جديد في قناه سلمى ومريم وفي فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الرغيفات معمرين اللي كيجيو فنين مقرمشين. سمعوا البنات على تقرميشه فيهم وكانكم خادمينهم بورقه البسطيله. عمرتهم البنات بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه ديال السبانخ مع الكفته، كتجي فنه البنات وتقدروا تعمروا بها اي حاجه عندكم. هاد الرغيفات خدمتهم بالعجينه السحريه، كتجي البنات مورقه ومقرمشه كانكم خادمينها بالورقه ماشي بالعجينه. ودابا البنات نخليكم مع الفيديو ونرجعوا باش نتلاقاو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لبنات الحشوه كنحتاج هنا بصله كبيره مشلضه مربعات رقاق بهذا الشكل هذا. بالاضافه لبنات المكون الاساسي اللي هو السبانخ. هنا عندي 2 خنيشات ديال السبانخ اللي كنغسلهم مزيان، واحد 2 غسلات حتى ل3 حتى كنحيدوا منهم ديك الرمله اللي كتكون فيهم. من بعد البنات كنقيوهم من هاد العود ديال السبانخ، يعني كنخليو غير الورق بوحديتو صافي وكنقطعوهم بهذا الشكل هذا. واخا تكون البنات السبانخ كميه كثيره ماشي مشكل، ملي كطيب راها كتذوب. في الطنجره كنديروا شويه ديال زيت العود وكنضيفوا عليه البصله اللي شلدناها من قبل. كنخليوها البنات تشحر واحد شويه، كنسدوا عليها غير تشحر واحد شويه ومن بعد غادي نضيف عليها باقي المكونات. هنا البنات من بعد ما خليت البصله دبلات واحد شويه غادي نضيف عليها الكفته تقريبا واحد نص كيلو. وديروا اي نوع سواء دلادند او البقري اي نوع بغيتو، وممكن تعوضوا الكفته بصدر الدجاج. صافي هنا بالنسبه للتوابل درت شويه ديال الكمون شويه ديال الملح وغادا ندير هنا الهريسه، ديروا على حسب الذوق. وصافي غادي نحرك المكونات بهذا الشكل هذا وغادي نخليهم البنات يتشحروا حتى تبان لينا ديك الكفته بدات كطيب. عاد غادي نضيف عليها السبانخ. هذا هو الشكل ديال الحشوه البنات، ما زدت على حتى شي اضافات، فقط دوك العطريه اللي درت معكم في الاول. وهنا كنضيف عليها السبانخ وغادي نغطيه على الطنجره وغادا نخلي دوك السبانخ حتى كيدبلوا وعاد غادي نبدا نحرك المكونات. هنا من بعد ما دبلات السبانخ كنبداو نحركو في الحشوه بهذا الشكل هذا باش حتى هي كيدخلوها دوك التوابل. وشوفوا البنات كيفاش كتطلق الماء، يعني دوك السبانخ كيطلقوا الماء. ملي كيطيبوا كتحاولوا انكم تعريو على الطنجره وتخليوها حتى كتنشف مزيان من داك الماء بهذا الشكل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الحشوه. من بعد ما نشفات من الماء كنبقاو نشحروا فيها مزيان حتى كتنشف، ما كيبقى فيها والو، وكتشوفوا حتى الحشوه باللي كتعلق ليكم. هنا البنات ممكن تضيفوا عليها قطع ديال الفرماج وممكن تستغناو عليه. صافي هنا من بعد كنديروها في اناء وكنخليوها حتى كتبرد مزيان عاد باش ممكن نعمروا بها العجين باش ما كيتقطعش لينا. ودابا البنات يلا باش نوجدوا العجين اللي غادي نخدموا بها في هذه الحشوه. بالنسبه للعجين السحريه مكوناتها بساطين بزاف. هنا كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، كنضيفوا عليه شويه ديال الملح، ومن بعد كنضيفوا عليه معلقه كبيره من الخل. والخل البنات هو السر ديال هذا العجين لانه هو اللي كيخلي لنا العجينه تجي مورقه. وكنضيف كذلك نصف خماره. هنا عندي خماره من فئه 8 غرام، درت 4 غرام تقريبا. صافي كنخلط المكونات ومن بعد كنبدا نضيف الماء تدريجيا حتى كتجمع ليا العجينه. بالنسبه لبنات لهاد العجينه ما كنعجنوهاش مزيان، يعني غير كنحاولوا اننا نجمعوها. وتقدروا البنات تدلكوها غير واحد 2 دلكات صافي، ومن بعد كديروها في كيس بلاستيكي وكنخليوها ترتاح واحد المده ديال ساعه تقريبا عاد باش ممكن نخدموا بها من بعد. هنا البنات كيف شفتوا غادي ندلكها غير واحد شويه والعجين كتجي رطبه وزويونه.
صافي وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش ما كتلصقش، ومن بعد غادي نوضعها في كيس بلاستيكي وغادي نخليها غير فوق طاوله العمل حتى كدوز واحد المده ديال ساعه عاد باش كنكمل بها الخدمه. من بعد مرور ساعه تقريبا البنات دابا ارتاحت لي العجينه. صافي هنا غادي ناخدها وغنشكل منها كرات اللي كيكونوا متوسطين الحجم، تقريبا كتعطيني ما بين 14 حتى ل 15 كره اللي كيكونوا متساويين. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه هذه وغادي ندهن دوك الكرات كاملين بالزيت، ومن بعد نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد كنبدا نشكلها. في هذا الوقت هذا البنات اللي خليت العجين كترتاح بديت كنشكل هاد ميني بالمي اللي كنت وجدت العجين ديالو من قبل، وهنا بديت كنشكلهم حرابيل وغادي نوضعهم في الكونجيلاتور حتى كيجمدوا ويشدوا راسهم، عاد كنبدا نقطعهم وغادي ندخلهم الفرن باش يطيبوا. بالنسبه لبنات الفيديو ديالهم كنت ديجا مصوراه في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، الا عجباتكم تقدروا ترجعوا وتشوفوا الفيديو. صافي هنا البنات من بعد ما كترتاح لينا العجينه كندهنوا طاوله العمل بشويه ديال الزيت، ومن بعد كنبداو نسرحوا العجينه مزيان بهذا الشكل هذا حتى كتولي ديك العجينه شفافه وكتبدا تبان لينا الرخامه من العجينه. حاولوا البنات انها ما تقطعش ليكم بزاف باش هكا كتجيكم زويونه في التشكال ديالها. صافي هنا غادي نكون كندوب الزبده، من بعد ما دابت كنخويها هكا في زلافه وكنضيف عليها معلقه صغيره ديال التحميره باش كتعطينا اللون، وممكن تضيفوا معاها حتى شويه ديال السودانيه الا بغيتوهم يجيوكم حارين. صافي من بعد كنبداو نرشوا العجينه هكا بالزبده وكنبداو نطويو الرغيفه على شكل مربع، يعني الطريقه العاديه اللي كنديروا في الرغيفات، وغادي نحطهم في طاوه على جنب وغادي نخدم نفس الطريقه واحده اخرى. طريقه راه سهله البنات كيف شفتوا معايا في الاول. كتسرحوا العجينه كدهنوها بالزيت، من بعد ملي كتطلق لكم العجينه كامله عاد كترشوها بالخليط ديال الزبده مع التحميره ولا بغيتو السودانيه. صافي وكتبداو تطويو الرغيفه ديالكم حتى كتحصلوا على شكل مربع وكتحطوها في الطاوه. من بعد ما كتكملوا ديك الكميه كامله عاد كنبداو البنات كنديروا ليهم الحشوه، وهذا البنات هو الشكل ديال الرغيفات من بعد ما كملتهم كيجيو بهذا الشكل هذا. ودابا بقى ليا غير ندير ليهم الحشوه، يلا باش تشوفوا الطريقه. هنا البنات عندي الحشوه اللي وجدناها من قبل وعندي هاد القطع ديال الفرماج، ودابا غادي نبداو على بركه الله. كناخذوا الرغيفه اللي وجدنا وكنسرحوها هكا فوق طاوله العمل، يعني كنحاولوا اننا نكبروها باش البنات تقدنا في الطي ديال الرغيفه. المهم من بعد ما كنسرحوا الرغيفه كناخذوا الموس وكنقطعوا واحد الجزء بهذه الطريقه هذه، من بعد كنحطوا الحشوه هنايا في الجانب وكنحاولوا البنات نشكلوا على شكل مربع، وفي الجانب الاخر كنحطوا قطعه ديال الفرماج بهذا الشكل هذا. ممكن البنات تحطوه في هذا الطرف فين حطيته وممكن تحطوه في الطرف الاخر اللي قدامه. صافي وكنبداو البنات نطويو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد البنات كنقلبوا الرغيفه باش داك الفرماج اللي كان لتحت يولي لنا هو الفوق باش ملي ندخلوه للفران ما يتحرقش لينا. صافي وكنكملوا البنات بنفس الطريقه حتى كتكملوا الرغيفات كاملين اللي عندكم. طريقه سهله وكتجي زويونه وكيجيو دوك الرغيفات البنات مورقين وكتجي الحشوه ما نقولش لكم بنينه بزاف. وتقدروا البنات تستعملوا اي حشوه بغيتو حسب الرغبه ديالكم، ماشي ضروري تستعملوا نفس الحشوه، وكتبقى غير الفكره البنات اللي مختلفه.
وهذا هو الشكل ديال الرغيفات من بعد ما كملتهم. دابا البنات غادي نشعل الفران ونخليه يسخن مزيان، وهنا غادا ناخذ شويه ديال زيت العود، غادي نضيف ليه شويه ديال التحميره، ومن بعد غادا ندهن الوجه الفوقاني ديال هاد الرغيفات وعاد ندخلوهم للفرن. وحتى كنخرجوهم من الفران البنات من بعد ما كيطيبوا عاد كنزينهم من الفوق بشويه ديال الفرماج محكوك، وكنرجعهم من الفران غير كيذوب داك الفرماج واحد شويه، وكنخرجوهم عاوتاني صافي وكنقدموهم في طبق التقديم. كنتمنى البنات الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وما نكونش طولت عليكم، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه لانها زوينه بزاف وتعتمدوها ان شاء الله في رمضان، وعشركم مباركه والله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع وصفات اخرين. السلام عليكم.